فيلمنا متاخد من أسطورة حقيقية حصلت في قرية زمان. بيبدأ فيلمنا براتيا، وهي أم بتوصي بنتها إنها تخلي بالها من أخوها رضوان وما تسيبوش لوحده مهما حصل. فهي خرجت علشان تجيب جوزها جمال اللي كان عند الساحر اتمه وبنت أخو استي اللي راح لهم علشان يعمل سحر علشان يجلب الحظ والثروة. وقدم ابنه رضوان قربان للشيطان علشان ينفذ السحر، ومن شروط السحر إن هو مش هيخلف تاني. وفي الوقت ده نيتا ورضوان كانوا في البيت وكانت بتحاول تهديه، فالشباك اتفتح لوحده ودخلت منه قطة سودا. وفي الوقت ده أمها بره كانت بتدور على جمال، فراحت لبيت الساحر. ونيتا خرجت وراها علشان تدور على أمها، فراحت لهم عند بيت الساحر وكانت بتنادي على أمها. فلقيوا لمبور اللي هو شبح النعش ظهر لهم وكان جاي لهم. فريتا لما سمعت بنتها بتنادي عليها كانت رايحة لها، بس جمال منعها وقال لها ان دي مش بنتنا، ده الشبح. فبعدها زقها ووقعها على الارض واغمى عليها. فدخلوها البيت وقفلوا الباب قبل ما البنت تجيلهم. فبتبص ولقيت ان شبح النعش جايلها هي، فهربت منه علشان تروح بسرعة. وهو كان بيجري وراها لحد ما راحت البيت وكانت بتقفل اي حاجة مفتوحة علشان تمنع الشبح ان هو يدخل. وفجأة باب البيت اتفتح لوحده، فجالها النعش وخرج منه شبح. فالبنت من خوفها عملت حمام على نفسها. بعدين سابت اخوها وجريت تستخبى تحت السرير علشان ما تشوفش الشبح ولا هو يشوفها. بس هي كانت سامعة صوته. بعدها لقيت ان مفيش صوت في المكان خالص، وحتى صوت رضوان اختفى. فلما طلعت علشان تشوفه راحت لقيت ان رضوان اختفى من المكان والشبح خده. فأمها جت لها واللي كانت خايفة منه حصل. الشبح خطف ابنها رضوان علشان يبقى قربان للشيطان علشان يحقق أحلام جمال. فقالت لها لازم تاخدها ويمشوا بسرعة من هنا قبل ما الشبح ياخدها هي كمان. وبتمر السنين ونيتا بتكبر وبتتجوز وبتخلف، وأمها بتموت. وبعد العزا جارهم أنور بيعرف إن هما حالتهم المادية تعبانة، وإن هما محتاجين فلوس علشان كده هيبيعوا البيت. وده اللي خلى ادوين جوزها يزعل منها ان هي قالت لجيرانهم اللي بيحصل. واللي صدمه اكتر ان هو عارف ان ابوها لسه عايش، برغم ان هم قالوا له ان هو مات من زمان. وما عرفش ان هو عايش غير لما امها وهي بتموت طلبت منها ان هي تنفذ وصيتها الخاصة بابوها. فهي حاولت تهديه شوية وقالت له ان هو الموضوع مش مهم، هما كده كده من زمان اعتبروه مات، علشان كده ما قالولوش ان هو لسه عايش. فهو قال لها يبقى لازم نروح لابوكي علشان نزوره وعلشان ننفذ وصية امك. ومش احنا بس اللي هنروح، ده احنا كمان هناخد الولاد معانا علشان يشوفوا جدهم. وهو اول ما قال لها كده هي خافت وعرفت ان اللي جاي سواد. بعدها بنروح لقرية ابوها، والعمال كانوا بيشتغلوا في المكان. وفجأة جالهم الشبح وشافوه ان هو موجود في المكان، فبدأ يظهر في القرية كلها. بعدها اندور جري منه علشان يهرب، والشبح كان بيجري وراه، فظهر له وهجم عليه وموته. وتاني يوم نيتا كانت بتستعد علشان تروح قريتها، وابن عمها يوك جالهم علشان يوديهم القرية. فقال لها ان ابوها دلوقتي بقى غني قوي، وهو انجح تاجر في المدينة. ومش كده بس، ده كمان بيسلف كل الناس. وكمان اتجوز استي ودي تبقى بنت اخو الساحر. فقالت له ان كل الفلوس دي من طريق مش تمام، ومن طريق السحر واتباع الشيطان. فهما بيتكلموا لقيوا ان السحابة شبه التنين. فقال لهم ان اهل القرية لما بيشوفوها كده بيعتقدوا ان هي نظير شؤم، وان في حاجة مش كويسة هتحصل في القرية. ولما دخلوا القرية كانوا بيتكلموا عن الشبح وعن معتقدات القرية، بس هما ما كانوش مصدقين اي حاجة من اللي هو بيحكيها. فقالوا خلاص احنا كده كده رايحين القرية وهنعرف كل حاجة. فلقيوا عربية بايظة في الطريق وهي موقفة الطريق كله، فوقفوا شوية عبال ما الطريق يمشي. ويوك نزل من العربية علشان يساعد في تصليح العربية. فجات له ست من القرية وسألته هو انت جاي هنا مع مين؟ ولما عرفت ان هو جاي مع نيتا قالت له ايه اللي جابها، ده ابوها لسه ميت الصبح. بعدها راحت لنيتا وحدفتها بالزبالة، وهي ما كانتش فاهمة هي الست دي بتعمل كده ليه. فجالها يوك وقال لها ان ابوها مات النهاردة. فراحت لبيت ابوها وكانوا عاملين العزا،
وأول ما الناس شافوها بدأت وصلت النم والشتايم، وقالوا إن أكيد شبح لمبور ظهر تاني في القرية علشان عرف إن هي جاية وهي سبب موت أبوها. فجت لها واحدة وقالت لها إن هي سبب موت جوزها علشان لمبور ظهر له امبارح وخده، وقعدت تشتمها شوية وتدعي عليها. فجت لهم نينجي اللي شغالة في البيت فدخلتهم، ولما دخلت لقيت إن أبوها وهم بيغسلوا لسه، فعرفت إن هم قبل ما يلفوه في الكفن لقيوه لسه بيتنفس، فهم اعتقدوا إن هو لسه عايش. بس لما كشفوا عليه عرفوا إن هو فعلا مات، بس جثته كانت لسه بتتحرك وهم ما كانوش عارفين هي بتتحرك ليه، فكأنها بتتعذب بالظبط. علشان كده استي بعتت لعمها الساحر علشان يخرج من جسمه السحر اللي هي كانت عاملهوله. وبعد ما شال السحر من جسمه خلاص الجسم ما بقاش يتحرك، فبدأوا ان هم يكفنوه. بعدها نينتا جت لاستي وكانت بتكلمها، واستي قالت لها انت عاملة زي امك بالظبط. واول ما قالت كده جمال بدأ يتحرك تاني، فالساحر كان مستغرب هو بيتحرك ليه طالما انا شلت السحر كله. وده اللي خلى است تطلب منها ان هي تروح تكلمه وتقوله اي حاجة. فقالت له ان امها هي كمان ماتت وقبل ما تموت سامحتك. فهي اول ما قالت كده بدأ جسمه يتحرك تاني جامد بسرعة، وبعدها سكت خالص ومات خلاص. وعرفوا ان روحه ما كانتش هترتاح غير لما امها تسامحه. فجت لهم بنته التانية ميتا وكانت منهارة من العياط، وكانت رافضة تصدق ان هو خلاص مات. فراحوا دفنوه، ولما خلصوا بيبصوا جنبهم ملقيوش سيكار بنتهم، فدوروا عليها وبعدها لقيوها واقفة جنب قبر رضوان. فسألوها جيتي هنا ليه؟ فقالت لهم ان جدها هو اللي قال لها. وساعتها نيتا خافت وحست ان هي فتحت على نفسها وعلى عيلتها باب رعب صعب ان هو يتقفل. ولما روحوا البيت الشغالة قالت لهم مبروك الزهر لعب معاكي وهتورثي الثروة كلها، ما هو انت بنته الوحيدة. فهي استغربت بنته الوحيدة ازاي؟ امال ميتا دي تبقى مين؟ قالت لها لا ميتا دي مش بنته، ده هو اتبناها ورباها، بس هو كان بيحبها قوي وكان بيعمل لها اي حاجة هي عايزاها. بس علاقتها بإستي مش قوي، في بينهم مشاكل كتير. وقالت لها ان ابوها كان بيفقد ذاكرته كتير، وكمان ابوها كان تعبان اخر فترة علشان لمبور الشبح ظهر تاني في القرية. فهما الاتنين بينموا جوه البيت على الناس. في نفس الوقت ده يوكو وإدوين هما كمان كانوا بينموا بره. وعرف منه إن إستي بتحب واحد تاني غير جوزها، وإن أهل القرية هما اللي بيقولوا كده. وعرف منه إن لامبور الشبح رجع تاني يظهر في القرية، فلو سمع الإنذار وقت الغروب لازم ما يخرجش من البيت، ولو خرج هيلاقي لامبور الشبح قدامه، فلازم يفضل مغمض عينيه علشان لو فتح الشبح هيهجم عليه ويقتله. وهو لما سأله طب الشبح ده بيحضر ليه؟ قال له هو بيحضر علشان لما في حاجة غلط بتحصل في القرية، وإن الساحر اسمه كان مسيطر عليه علشان كده ما كانش بيظهر، بس دلوقتي فقد السيطرة عليه علشان كده بقى بيظهر. بس برضو إدوين ما كانش مصدق الكلام ده كله. ونيتا كانت لسه في البيت، بعدها سمعت صوت طفل بيعيط، فلما مشيت ناحية الصوت علشان تعرف جاي منين لقيت إن في عروسة لعبة مدفونة في التراب. فخدت العروسة وبصت ناحية الشباك اللي أبوها كان بيقف فيه، فافتكرت أبوها زمان لما جاب لها العروسة اللعبة دي علشان أمها حملت في رضوان. ولما رجعت تبص تاني على العروسة لقيتها اختفت، بس لقيت إن في تراب من العروسة على إيدها. فهي كده استغربت العروسة راحت فين، وفي نفس الوقت هي متأكدة إن هي كانت ماسكة العروسة. فجالها جوزها وكان بيكلمها، وميتا كانت واقفة في الشباك وكانت بتراقبهم. ولما نيتا دخلت جات لها ميتا واتكلموا، فقالت لها ان ابوها كان نفسه يشوفها من زمان، ولو فكرت انك تعيشي هنا انا بحذرك من التعابين السامة اللي هتبقى موجودة في البيت. وحذرتها كمان من استي علشان مش هتسمح لها ان هي تورث. فوهما بيتكلموا سمعوا صوت، فخافت وسابتها ومشيت. ولما نيتا مشيت لقيت ان بيبو مساعد ابوها واقف، وكان بيفتح مطوة وكان بيخوفها بس بطريقة غير مباشرة. فهي كانت مستغربة ومش فاهمة هو ليه فاتح لها السكينة. بعدها ما حطتش في دماغها الموضوع،
ونزلوا علشان يقعدوا مع بعض. فسألت إستي وقالت لها ايه حكاية الشبح لامبور ده، فطلبت من بيمو ان هو يحكي لهم شوية عن لامبور. فقال لهم اللامبور ده علشان تحمي نفسك منه لازم ما تشوفوش، ولو لقيته قدامك يبقى تغمض عينيك وما تفتحش عينيك خالص، علشان انت لو شفته وعينيك جت في عينيه هيهجم عليك وهيموتك. وهو كمان بيجي على اي مكان فيه اضاءة عالية، فلو عصيتوا الاوامر دي هتبقى فريسة سهلة ليه. فهيجيلكم ويحطكم في النعش، وهيوديكم في مكان وما تعرفوش ترجعوا منه خالص. ولو انت حظك حلو وقدرت ان انت ترجع، يا اما هترجع ميت، يا اما هترجع مريض، يا اما هترجع مجنون، وده افضل حال. وبعد ما خلصوا كلامهم راحوا علشان يناموا، وإدوين ملقاش ادم في الاوضه، فقام علشان يدور عليه، فلقاه ان هو قاعد بيلعب في الحاجه، فزعله ان كده عيب وما ينفعش. فوهما بيتكلموا الشباك اتفتح لوحده، وفي الوقت ده ميتا كانت مع صاحبها بره، فسمعوا صوت لامبور في المكان، فهربت منه ودخلت بيت علشان تستخبى. وإدوين وآدم لسه في البيت وسامعين نفس الصوت، فكانوا بيستخبوا منه. فجالهم النعش قدام الباب وخرج منه الشبح، وكان بيدور على أي فريسة. بعدها إدوين شافه في المراية وعرف إن هو حقيقي. ولما الشبح ملقاش حد يفترسه خرج من الشباك تاني، بعدها الشباك اتقفل. وفي الوقت ده ميتا كانت لسه بتنادى على صاحبها علشان يدخل يستخبى معاها بسرعة قبل ما الشبح يشوفه. فبعدها بدأت التعابين الكبيرة تظهر في المكان، وده بيدل إن خلاص الشبح جاي. وفعلا هو ملحقش يهرب وهجم عليه الشبح وقتله. فبعد ما خلص عليه راح لها علشان يقتلها، بس هي قدرت ان هي تستخبى منه وفعلا ما شافهاش. بعدها خرج علشان يدور على اي فريسة تانية. بعدها بنروح لإدوين اللي كان نايم في النعش، والشبح كان واخده علشان يقتله. فبعدها صحي من النوم واكتشف ان هو كان كابوس علشان شافه امبارح. وفي الوقت ده الأطفال كانوا بيلعبوا بالطيارات الورقية بتاعتهم، وسكار سمعت جدها وكان بينادى عليها، فراحت له الأب وفضلت تدور عليه، وكانت بتمشي باتجاه الصوت لحد ما لقيت ميتا وهي واقعة على الأرض. وفي الوقت ده أخوها راح علشان يدور عليها، وراح لها نفس المكان اللي فيه ميتا. ولما شافوها راحوا لأهلهم فجابوها البيت ونيموها. وآدم قال لهم إن هو رايح يجيب الطيارة بتاعته من الشارع قبل ما تطير في الجو. ولما أبوه جه علشان يمنعه ليه إن ميتا مسكته من إيده، والوقت ده هي كان لابسها الشبح، وقالت له إن الشبح جاي علشان يعاقب المذنب وهو عارفه كويس وهينتقم منه. فبعدها أغمى عليها، وآدم ما سمعش كلامهم وراح علشان يجيب الطيارة الورق بتاعته، فلقاها إن هي محطوطة في خشبة علشان ما تطيرش، مع إنه هو رماها في الأرض عادي وما حطهاش في الخشبة دي. ولما مسكها الحبل اتقطع والطيارة طارت بعيد، فوقعت في مكان بعيد. ولما راح علشان يجيبها لاحظ إن في حاجة مدفونة في الأرض، ولما طلعها لقاها إن هي جثة طفل صغير. ولما شاف كده خاف ورماها. بعدها جاله أبوه ونده عليه، فلما رجع يبص تاني ملقاش إن في حاجة في الأرض. فلما رجعوا على البيت قال لي نيتا إن هي مخبية عليه أسرار، وإن هو حاسس إن هي المذنبة اللي الشبح جاية علشان يعاقبها، فلو مخبية عليه حاجة ياريت تقولها له علشان يلحقوا يتصرفوا. فجالهم آدم وقال لهم إن هما بياخدوا ميتا بره. ولما إدوين راح لهم وحاول إن هو يمنعهم إن هما ياخدوها، قالوا له إن الشبح شافها، ولو ما خرجوهاش من البيت هيجي تاني وهيقتل كل اللي في البيت. فما قدرش إن هو يمنعهم، فقالوا له ان هم هياخدوها ويحطوها لوحدها في البيت اللي في الغابة علشان ما تسببش اذى لكل اللي موجودين. بس هو ما كانش راضي على اللي هم عملوه ده، علشان كده ما قدرش يسيبها لوحدها وراح علشان يدور عليها علشان ينقذها منهم. بعدها راح لها البيت، ولما دخل شاف ان الشبح جاي لهم، وما كانش لوحده في البيت، كان يوك هو كمان في البيت. فاستخبوا من الشبح وراحوا علشان ينقذوا ميتا. ولما راح لها كان بيسألها هو مين المذنب اللي الشبح جاية علشان يعاقبه. وفضل وراها لحد ما فاقت وقالت له الموضوع كله. قالت له ان امها وبيمبو على علاقة ببعض، وان ابوها مات بطريقة مفاجئة، فهي حاسة ان هما اللي قتلوه. وقبل ما يخلصوا كلامهم جالهم الشبح،
فهم حاولوا ان هم يستخبوا منه، وكانوا بيغمضوا عيونهم علشان ما يهجمش عليهم. ولما قرب منهم علشان يصطاد حد فيهم، اصطادها هي، وبعدها مسكها وكان بيقتلها. وفي الوقت ده نيتا كانت بتدور على آدم، فجالها إيدون وقال لها إن مش هي المذنبة، وإن إيسي وبيمبو بينهم علاقة، واحتمال هما اللي قتلوا أبوها. علشان كده الشبح جاية علشان يعاقبهم. بس هي كانت بتسمعه وهي مش مهتمية بكلامه، وكأنها بتقول مش دي الحقيقة. فلما عرف إن آدم ضاع، راح علشان يدور عليه في القرية لحد تاني يوم وما كانش لاقيه. ونيتا كانت في البيت، ما كانش قدامها حل غير ان هي تستعين بالساحر اتمو علشان يساعدها ان هم يلاقوا ادم. وقال لهم ان ممكن يكون الشبح خد ادم. بعدها جالهم ادوين واتخانق مع بيمو، وقال له على اللي ميتا قالته له. فجات لهم استي وقالت له لو عايز تعرف الشبح خد ادم ليه، اسأل مراتك، هي عارفة ليه ادم بقى هو الضحية. وهي أول ما سمعت الكلمتين دول طلعت تجري قبل ما يسألها. فلما راح لها وسألها، قالت له إن فعلا كان لازم ياخدها هي بدل آدم. فقال لها طب وياخدك انت ليه، ما هو انت مش المذنبة. قالت له لا، انتقامه ملوش علاقة بالذنب، ده موضوع بيرجع ل25 سنة فاتوا. كان لازم الشبح ياخدني أنا، بس رضوان أخويا بقى هو الضحية بدالي، علشان لما شفته في الغابة وهربت منه جالها ودور عليها، وخد أول حد لقاه في وشه اللي هو رضوان. وهي علشان استخبت منه ما قدرش إن هو ياخدها. فهو اتصدم من كلامها علشان هي قالت له إن رضوان مات بسبب المرض. فهي قالت له إن أمها عملت كده علشان نيتا كانت حاسة بالذنب، وإن هي السبب في موت أخوها. فهو اتخانق معاها علشان بسببها الشبح خد اخوها زمان وخد ابنها دلوقتي. فقال لها ان هو مش هيسمح للشبح ان هو ياخد ادم، وهيدور عليه في كل مكان. فخرج ليوك وعرف منه ان الشبح بيعيش في مكانين، يا اما الشلال يا اما الكهف. فراحوا علشان يدوروا عليه هناك. ونيتا قعدت في البيت تعيط، فجات لها بنتها سيكار وقالت لها خليكي قوية وبيني لعيالك انك بتحبيهم. فهي استغربت كلام البنت، ولما سألتها هو انت جايبة الكلام ده منين، فقالت لها جده هو اللي قال لي كده. قالت لها جدك هو اللي قالك الكلام ده، طب هو فين دلوقتي؟ قالت لها ان هو كان هناك، وراحت مشاورة ناحية الدولاب. فلما بصت على الدولاب اتفتح لوحده، فخافت وقامت علشان تفتح الدولاب وتشوف هو في حاجة جوه ولا لأ. وأول ما قربت منه قفل لوحده. فلما اتشجعت وفتحته تاني لقيته إن هو مفيهوش حد. فسألتها هو انت بتشوفي جدي كتير؟ فقالت لها اه بشوفه كتير. وحكت لها لما كانوا بيلعبوا بالطيارات الورق، فشافت جدها وكان بينادلها، وجدها قال لها إن الشبح هياخدها هي أو آدم. فسابت بنتها وراحت لقبر أبوها، وكانت بتتخانق معاه وبتعاتبه علشان بسببه حصل لهم ده كله. زمان خسروا أخوهم ودلوقتي بتخسر عيالها. وقالت له إن هي عمرها ما حست إن هو بيحبها، وحتى بعد ما مات لسه بيأذيها هي وعيالها. فجت لها استي وقالت لها إن أبوها كان بيحبها، وادالها رسائل أبوها كان كاتبها لها زمان، وكان بيكتبها لها كل سنة. وكان نفسه إن هي ترجع البيت تاني وتسامحه. وقالت لها إن الكلام اللي ميتا قالته عليهم مش حقيقي، وعلشان تثبت لها إن هي ما قتلتش أبوها علشان الميراث أو غيره، ادت لها الميراث كله وقالت لها إن أنا مش عايزة حاجة منك. وفي الوقت ده إدوين وصل الشلال، ومش هو بس، ده كمان الساحر إتمو وبيمو راحوا هما كمان عند الشلال. وفي الوقت ده سيكار كانت قاعدة لوحدها في البيت، وكانت بتلعب وبتلون. فلقيت ان في صفحة اتفتحت قدامها، وفيها رسمة لولد نايم جنب شجرة، ورسمة تانية لآدم وهو بيلعب بالطيارة. وعرفت ان جدها هو اللي وراها الرسمة دي علشان يوصل لها رسالة معينة. فقالت لأمها كده، وبعدها ادت التابلت بتاع آدم لأمها، وقالت لها ان جده طلب مني ان اديك التابلت ده. ولما شافته اتصدمت من اللي كان جوه التابلت، فخدته وراحت لإستي وسابت لها سكار، وقالت لها ان هي هتروح تدور على آدم. وبعدها اديتها التابلت وقالت لها شوفي كده اللي في التابلت ده. ولما شافته عرفت ان بيمو على علاقة كمان مع الشغالة نينج.
وإن هما بيتفقوا يقتلوا إستي زي ما قتلوا جمال. وعرفوا إن هما قتلوه علشان الساحر هو اللي قالهم يعملوا كده. وفي لحظة اتفاقهم آدم كان معاه التابلت وكان بيصورهم، ولما شافوه طلعوا يجروا وراه، بس هما ما كانوش عارفين إن هو كان بيصورهم. وهي لما شافت ده اتصدمت وحست إن روح جمال معاها في المكان، فقامت تسأله أنت موجود هنا؟ وفجأة الروح حضرت على سكار واتكلمتها بصوت جمال، وقالت لها اللي كنت بتهتمي بيهم خدعوكي وخانوكي. وفي الوقت ده إدوين كان لسه بيدور على آدم عند الشلال، فدخل كهف وليه إتمو بيعمل سحر. ولما سأله على آدم، إتمو قاله إن آدم النهاردة هيتقدم قربان للشيطان. فاتخانقوا مع بعض وقعدوا يضربوا بعض شوية لحد ما إدوين ضربه ببطنه، فسابه ومشي. وأول ما اداله ظهره إتمو قام وضربه هو كمان وأغمى عليه. بعدها نيتا خدت الرسمة وراحت عند الشجرة علشان تدور على آدم، وإتمو خرج لبيمو علشان يساعده، بس بيمو نفضله واستندل معاه وخد العربية ومشي. فجاله إدوين وكان بيسأله على آدم، بس لقى إن هو مات. ونيتا كانت لسه عند الشجرة وكانت بتحفر يمكن تلاقي أي دليل يوصلها لآدم. بعدها لقيت جثة الطفل الرضيع، فهجمت عليها واحدة وكانت بتقول لها تبعد عن ابنها، فكانت بتحاول إن هي تقتلها، وكانت بتقول لها ما كانش لازم ترجعي هنا تاني. وبعد ما اتخانقوا شوية نيتا قدرت إن هي توقعها في حفرة وتبعد عنها. وقبل ما تطمن إن هي بقت في أمان ضربها بيمو علشان يقتلها. وفي الوقت ده إتمو رجع تاني للحياة وعالج نفسه وقفل جروحه ورجع طبيعي. وفي الناحية التانية بيمو ونينج جابوا آدم وربطوه مع نيتا ونوروا النور علشان الشبح يجي على الإضاءة وياخدهم هما الاتنين مع بعض، علشان يبقى خلصوا من آدم اللي هو سمعهم وعرف إن هما قتلوا جمال، وفي نفس الوقت يخلصوا من نيتا علشان يقفلوا باب اللعن عليهم. فراحوا البيت علشان يراقبوهم من بعيد. فجالهم إدوين ويوك وكانوا بيحاولوا إن هما يقفلوا نور العربية، بس العربية كانت مقفولة والإزاز مش عايز يتكسر. فجالهم الشبح وكان بيهجم عليهم، فغمضوا عينيهم وحضنوا بعض علشان يقووا بعض والشبح ما ياخدهمش. بس نيتا قررت ان هي تضحي علشان تخلص من الخطر ده كله، وفتحت عيونها علشان الشبح ياخدها. وودعت ادوين وقامت وقفت قدام الشبح، فهجم عليها علشان يشدها لفوق معاه، وجوزها كان ماسكها من رجلها علشان يمنع الشبح ان هو ياخدها. ولما الشبح معرفش ان هو ياخدها فعلا سابها، بس راح علشان ياخد آدم. وفي اللحظة دي يوك قدر ان هو يكسر الازاز وقفل نور العربية. بعدها نور الكشاف على البيت اللي فيه بيمو ونينج، وفعلا الشبح غير رأيه وراح ناحية النور، فهجم على بيمو ونينج. وبيمو لما لقي ان الشبح هجم عليه حط نينج في الوش علشان الشبح يقتلها هي وهو يقدر يهرب. بس هي كانت ماسكاه وهو كان بيحاول ان هو يهرب منها علشان يبعد عن الشبح، بس هي ما كانتش عايزة تسيبه. فجاب ساطور وقطع ايديها علشان يقدر يهرب منها. بعدها الشبح رماها وكان ريح له، فهو كان بيحاول ان هو يضرب الشبح بالساطور. فالشبح لما زهق منه وقع عليه حديدة فيها سنون فجات فيه ومات. وبعدها راح مولع في البيت، وكده ما تبقاش غيرها هي بس اللي موجودة. فخدها وخرج من البيت بكل هدوء، وهم اطمنوا خلاص ان هم بقوا في امان. بس ملحقوش يطمنوا علشان افتكروا ان سيكار لوحدها في البيت، وجدهم قال ان الشبح هياخد ادم او سيكار، فعرفوا ان البنت في خطر دلوقتي، فجريوا علشان يروحوا لها. وفي الوقت ده سيكار كانت نايمة مع استي، فجالهم حد وكان بيخبط عليهم جامد الباب، وكان بيحاول يفتح الباب عليهم ويدخل، بس هما ما كانوش عارفين مين اللي بره. فاستي خافت وخبت سيكار تحت السرير وقالت لها اقفلي عيونك وما تفتحيهاش مهما حصل. وهي طلعت تشوف مين اللي بيخبط وعايز يدخل ليه. والبنت وهي تحت السرير جالها اتمو وكان بيحاول ان هو ياخدها. ولما صوتت است سمعتها، وقبل ما تروح لها لقيت ان الشبح جالها وكان داخل البيت. فاتمو بيحاول ان هو يخلي سيكار تفتح عيونها علشان الشبح ياخدها قربان، علشان لما يقدمها قربان للشيطان هيبقى اقوى ساحر في العالم.
وفضل يزعلها ويخوفها لحد ما البنت فتحت عيونها، فطلب منها ان هي تصرخ علشان الشبح يسمع صوتها ويجي. ولما صرخت الشبح سمعها وكان رايح لها، بس إستي حاولت ان هي توقفه فضربها ودخلها. وفي الوقت ده نيتا رجعت البيت وشافت الشبح وهو شايل النعش وكان خارج بيه من البيت، فعرفت ان سيكار موجودة في النعش، فجريت وراه علشان تنقذها. ولما لقيت ان هو هياخدها نورت كشاف العربية علشان تلفت نظره وبعدها يجي لها هي. وده فعلا اللي حصل، فشافها وكان جاي لها، وهي لما لقيته جاي عليها مشيت بالعربية بسرعة على اعتقادها ان هي هتدوسه بالعربية، فرحته خبطته بالعربية وخبطت النعش ووقعته وسكار وقعت منه. بعدها راحت لها وسمعوا صوت الشبح وعرفوا ان هما لسه ما خلصوش منه، جريوا علشان يستخبوا، وقالت لها تقعد مكانها او ما تتحركش من مكانها خالص لحد ما ابوها يجيلها. وهي قامت ووقفت قدام الشبح وقالت له انا اللي انت بتدور عليها، وطلبت منه ان هو يجي ياخدها علشان يسيب عيالها. وهو الشبح جاي لها وروح ابوها حضرت على سكار وقال لها انت ما بلغتنيش كل رسائل امك اللي بلغتها لك قبل ما تموت. فنينا افتكرت ان امها قالت لها رسالة توصلها لابوها ان مهما الشر والذنوب كترت الخير والحب هما اللي هينتصروا. وبعد ما وصلت الرسالة روح ابوها خرجت من سكار والبنت راحت لها والشبح كان جاي لها، فكانت بتكرر رسالة امها كتير. ولما لقيت خلاص ان الشبح هيهجم عليهم راحت فتحت عيونها. وفي الوقت ده اتمو راح ولقى نينجي ميتة، فجاله ادوين ويوك وقال لهم ان هدفه مش الفلوس، وان هدفه ان هو يدي نيتا للشبح علشان يقدمها قربان للشيطان علشان يبقى اقوى ساحر في العالم ويقدر يتحكم في الاشباح وفي العالم كله. بس قبل ما يحقق هدفه جاله الشبح وقتله وبقى هو اللي قربان للشيطان وخده ومشي. وبعد ما مشي نيتا وسكار رجعوا البيت واطمنوا ان هم خلاص انتصروا على الشبح ورجعوا بيتهم وبعدوا عن الشر. بس القرية كانت لسه بتعاني من الشبح. وفي يوم يوك كان بيكلم إيدون في التليفون فشاف النعش جاي، بعدها قفل الأبواب علشان يستخبى من الشبح، بس ملحقش إن هو يستخبى والشبح هجم عليه وبقى هو القربان الجديد للشيطان. علشان تستمر معاه أسطورة حقيقية حصلت في قرية وكان بيحكيها أصحابها. وبس كده يكون خلص ملخص فيلمنا.